نعم، القنيطرة لا تنسى أبنائها. في الحقيقة فوجئت اليوم في الذكرى الأربعين لرحيل رياض صابر، أحد أنشط لابينيا مدريديستا بالقنيطرة، التي أقامت هذا الحفل التأبيني في القاعة الكبرى لبلدية القنيطرة، أن رياض له أصدقاء كثر وصديقات كثيرات، وله عشاق خصوصا في في الجانب المسرحي التي كان يزاوله على مستوى مدينة القنيطرة رفقة أصدقائه الذين حضروا بكثافة. من خلال هذا اللقاء التأبيني أو الحفل التأبيني الذي أقامته لابينيا مدريديستا بالقنيطرة، يمكن القول أن سيرة رياض متنوعة وغنية، متنوعة من حيث الكلمات التي عكسها أصدقائه أو الأساتذة ديالو أو الجيران ديالو. فرياض مثقف، فرياض رياضي، رياض مسرحي، رياض إنساني، رياض فيه كل الخصال الجميلة الذي يصعب علي أن أعدها في هذا التصريح. باختصار أقول شكرا لكل من حضر. هذه المناسبة ديال حفل التأبين، تنشكر الناس اللي أحياو هذا الحفل هذا، اللي كنت نتمنى أنه يكون شي حفل سعيد، ولكن الناس اللي وسونا على رأس النادي ديال لابينيا والرئيس ديالها السي عبد الله القوزي، تنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا. علاش؟ لأنهم وقفوا معنا وسونا، حاولوا يخفوا عنا الألم اللي خلاه رياض في قلوبنا. رياض كان واحد الإنسان اللي المحبة ديال الناس بانت في هذا الحفل، وبانت في أيام العزاء. تنحمد الله بهذه المكانة اللي تيحتلها في قلوب ديال الناس، وتيريحني لأن هذه تربيتنا، تربية الأب والأم. أول حاجة كنبغي نشكر كاع الناس اللي جاوا اليوم، اللي وقفوا معنا كاملين في هذه المأساة هذه وفي هذه الفاجعة هذه. فرحانة بزاف صراحة على هاد الناس كاملين اللي جاوا، فرحانة بزاف حيت شفت خويا شحال كان محبوب من عند الناس كاملين، وشحال ديال الناس اللي دعاو معاه، وشحال ديال الناس اللي بكاو عليه. ومن نهار الجنازة حتى اليوم شحال من الناس اللي كانوا كيجيو كيواسيونا، كنشكرهم كاملين واحد بواحد. صراحة ما لاقيش الكلمات اللي غادي نقولها. فرحانين وكل شيء، يعني بقى فينا خويا بزاف، بقى في كاع الناس، عزيز على كاع الناس. صراحة افتخرت به، واخا محشى بزاف ولكن مفتخرة به بزاف على هادشي اللي دار. واخا هو يلاه عنده 22 عام، الحمد لله مدينة كاملة كتفتخر به، مدينة كاملة كتبغيه، صحابو كاملين، عائلته. المهم كنشكر كاع الناس اللي جاوا اليوم، وكنشكر كاع الناس اللي وقفوا معنا، وكنتمنى رياض يعني الله يرحمه والله يوسع عليه والله يلحقنا عليه كاملين، ويا رب يجمعنا به كاملين في الجنة، والله يعطينا الصبر كاملين ويعطي الصبر لصحابه، واهم حاجه الله يعطي الصبر لماما وبابا، الله يخليهم ليا. رياض الله يرحمه، والممثل اللي ضحك قنيطرة كامله. الناس كيجيو كيتفرجوا ملي كيعرفوا بلي هو كاين في المسرح. اش غادي نقول؟ قضاء الله وقدره، الله يرحمه. اخر حاجه كنت كنتصورها هي انني غادي كل يوم كنحضر في التأبين ديالو، الله يرحمه. قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإنا راجعون. الله يرحمك اخويا رياض، وبغيت الناس عافاكم كاملين ما ينساوش في الدعاء، دعيو معاه اللي كيبغيه يصدق عليه. في هذه المناسبة ساعة التأبين ديال ابننا رياض رحمه الله، لا يسعنا إلا أن نجد العزاء للعائلة والأصدقاء وجميع محبيه. الله يرحمه وينعمه. وما هادشي ما نقدر نقول انايا. رياض صابر ماشي كأي إنسان، رياض كان شخص غير عادي، يعني مثال للشاب النموذجي، مثال للشباب كنتمناو انهم يكونوا بحاله، شاب كله طموح، كله امل، شاب كوريكت. يعني واخا انايا ما غادي نوصف فيه، ما غاديش نقدر نقول كل شيء في حقه. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزق اهله وعائلته واصدقائه
والصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك كان رياض صديق عزيز على كل شيء، كان كل شيء كيهضر عليه زوين، كان ظريف، كان محبوب، كان انساني، كان طموح، كان بزاف ديال الحوايج. اليوم جينا بمناسبه ال40 الموت ديالو الله يرحمه، كنا مجموعين هنايا وكنتقدموا باعز بالتعازي ديالنا العائله ديالو، الله يصبرهم الله يصبرنا كاملين على فراقه. شارك الفيديو مع أصدقائك ولا تنسوا الاشتراك معنا بالقناة.